السلام عليكم، اخباركم ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده هنعمل مع بعض وصفة شتوية ولذيذة جدا. طعمها حلو بجد. كنت عملت الفيديو ده معاكم قبل كده وكل الناس اللي جربتها عجبتهم جدا. هنعمل النهارده شعرية بمهلبية الكراميل. الوصفة دي موجودة على كل المواقع، ولكن انا عملتها بتكات كده جديدة وجميلة بمهلبية طعمها كراميل. فالوصفة كلها طعمها حلو جدا، وكمان تحضيرها ما بياخدش 10 دقايق. هنجيب حلة ونحطها على النار ونحط فيها معلقتين كبار من الزبدة وكوباية من الشعرية، ونبدأ نحمر في الشعرية دي. وهحط ربع معلقة من الملح، لأن هي الملح ده بيوحد لون الشعرية وبيخليها تحمر كده كلها زي بعضها. على العين التانية هجيب حلة واسخنها كويس، وأول ما تسخن ههدي النار وهحط بنفس الكوباية كوباية كده مليانة من السكر. ممكن استعمل كوباية واحدة في كل المقادير. بعد كده الشعرية بتاعتي هتكون اتحمرت واخدت لون موحد كده. هحط دلوقتي كوبايتين كبار من المية المغلية، والمية تكون مغلية، دي حاجة مهمة جدا، بنفس الكوباية اللي بستعملها في كل الوصفة. بعد كده هقلب تقليبة وهغطي عليها كده على نار هادية تستوي 3/4 سوا بس. استوت معايا الشعرية 3/4 سوا كده، وشربت المية بتاعتها. هقفل بقى عليها دلوقتي واغطيها واركنها على جنب. هشوف بقى العين التانية اللي عليها حلة سخنة وحطيت فيها كوباية من السكر اللي اتكرملت شوية، وانا طبعا مهدية النار. هجيب طبق احط فيه نص كوباية، بنفس الكوباية نص كوباية من المية و3 معالق كبار من النشا، وقلبت تقليبة وسبتهم على جنب. دلوقتي هقول لكم هنستعملهم امتى. السكر بتاعي داب واخد اللون الحلو ده، والنار تكون هادية للناس اللي لسه مبتدئة في عمل الكراميل. بعد ما السكر يدوب خالص بنفس الكوباية هجيب كوباية من المية المغلية وهحطها على الكراميل بالراحة، واخلي بالي النار طبعا لسه هادية. كده انا بقى هعلي النار شوية المتوسطة وهبدأ اقلب، لان دلوقتي هيبقى فيه كلاكيع كده، وهتحسوا بقى ان السكر بتاعكم كلكع ومش هيدوب خالص والدنيا باظت معاكم. هنقلب 3 دقايق لحد ما السكر يدوب خالص، وبعدين هنزل بلتر من الحليب يكون برضو سخن. بعد ما حطيت الحليب هقلب تقليبة كده، ومش هستنى لما يسخن ولا يغلي ولا اي حاجة. هنزل بقى بالشعرية كمان اللي كنت سايباها متغطية على جنب وشاربة كل المية بتاعتها ومستوية 3/4 سوا، وهبدأ اقلب تقليبة. وبعدين هجيب النشا اللي كنت مقلباه وركنها على جنب برضو في نص كوباية المية، وهجيبها هحطها على الشعرية وعلى الحليب والكراميل، السكر المتكرمل، وهحطها كده. وبعدين هخلي النار متوسطة او هادية، وهبدأ اقلب كده لحد ما الاقي القوام عندي اتظبط وبقى قوام كده شبه تقيل شوية، زي ما اكون بالظبط بعمل مهلبية. هتلاقوا كده في بقبقة، افضلوا قلبوا كده، ممكن تاخد معاكم حوالي 5 دقايق بس او 6 دقايق على النار، على نار كده متوسطة. هتلاقي القوام بدأ يتقل والبقبقة زادت قوي، والريحة بقى مش قادرة اوصف لكم. ممكن في المرحلة دي تحط فانيليا، بس انا بحب جدا طعم السكر المتكرمل. يبقى احنا كده عملنا شعرية بمهلبية الكراميل. المهلبية دي ممكن تتعمل لوحدها من غير ما يتحط فيها شعرية، بس عايزة اقول لكم بقى كده طعمها حلو جدا جدا. الشعرية بالمهلبية راحت في حتة تانية خالص، طعمها حلو قوي قوي قوي. لما نزلت الوصفة دي قبل كده عجبت ناس كتير وجابت مشاهدات كتير جدا جدا، وده لان كل اللي جربها عجبته جدا. دلوقتي انا زينتها بجوز هند. هحط دلوقتي معلقة كبيرة من القشطة وهنبدأ بقى ندوقها. طعمها حلو، بتتاكل سخنة كده بتدفي قوي. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها مرة واحدة هتعملوها طول الشتاء. ما تنسوش تكتبولي في التعليقات وتبعتولي صور التطبيقات بتاعتكم على الانستجرام والفيسبوك.